بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنغير شوية من السمك المقلي والسمك المشوي، ونعمل صينية سمك حلوة جدا وبطريقة جديدة. أول حاجة أنا هنا مستعملة السمك السواردي. انت بقى نستعملي أي سمك يعني ممكن تستعملي السواردية، يعني تستعملي البوري بردك ينفع في الطريقة ديت، تستعملي مثلا سمك التونة، أي حاجة. أنا هوريكي بس في سمكتين كده يتنضف ازاي، وبعدين ارجع اوريكي بقيه المكونات. اهو انا قطعت الديل والحته دي لانها بتبقى بتشوك، والحته دي وديت ماشي. دي بس للبنات البنات يا جماعه اللي لسه متجوزين وما بيعرفوش ينضفوا السمك والحاجات دي. وبنحوش الدماغ وبنفتح البطن من هنا كده. هي السمكه دي عامه بتكون نضيفه خالص وما بيكونش فيه منها مشاكل. وبنشيل البطن كده اهيت كده، وبناخدها نغسلها عادي اهو. وهيبقى فكرة جديدة، ومنها غيرنا فكرة السمك المقلي والمشوي شوية كده. ونفتح البطن ونشيلها عادي، ونغسل السمكة بتاعتنا. انا بقى هخلص كلات الكميه ديت واجهز بقيه مكوناتي، وارجع اوريكي احنا هنعمل الصينيه بتاعتنا ازاي. يلا بقى نكمل صينيه السمك بتاعتنا. هنا عندي طرنشات فلفل، جزر مبشور، عندي بصل، وهنا نص الليمونه انا هعصرها عليه. بس يا جماعه مش هحط طرنشات ليمون، لان طرنشات الليمون بتمرر. تمام. عندنا هنا بردك بطاطس مبشوره. هنا بقى انا عملت دقه، دي طماطم على توم على بقدونس، تمام، على كمان ليمون على ملح، وظبطت الملح بتاعهم. لسه كمان هجيب شويه كزبره وبقدونس وحاجات من دي، بس انا نسيتهم، فهروح اجيبهم وارجع لكم تاني. هنا بقى كمان شويه كزبره على بقدونس على شبت. ماشي. دلوقتي بقى نجيب الصينيه بتاعتنا ونشوفها هنجهزها ازاي. اهي انا هستعمل هنا الصينيه دي، اي صينيه متاحه عندك استعمليها مفيش اي مشكله. هحط هنا شويه زيت، وهحط طرنشات بصل كده، رصي بقى كده، تمام، بالمنظر ده كده، عشان نعمل ارضيه كويسه. في ناس بتحب تاكل الحاجات دي جدا وتغمس بيها يا جماعه، فبرضك عشان ان شاء الله ما تنسيش ان انت تبهريها اهو كده. وهنحط طرنشات الفلفل بتاعتنا. يعني انا بفضل ان انا ابشرها عشان تكون شكلها حلو، وكمان يعني بيبقى شكلها حلو كده وبتبقى لذيذه. يعني نحط البطاطس وبيبقى غموس حلو اهو. دلوقتي بقى ان شاء الله كل اللي هعمله ان انا بس ابهر المنطقه دي الاول، وانزل عليها بشويه ملح بكمون كده بشطه بالمنظر ده كده عشان يبقى حلو. هعمل بقى دلوقتي؟ نحط بردك شويه خضره. هنجيب السمك بتاعنا ونجيب التمليحه اللي احنا عملناها سوا، ونمسك قلب السمكه بتاعتنا كده ونحشيه ونرصها كده اهو. قلب السمكه بتاعك كده وحشيه. انا ما حطيتش طماطم خالص غير في قلب السمكه اهو يا جماعه كده، ورصيها اهو. حتى السمكه ديت نوع تاني غير نوع السمك اللي انا جايباه، يعني الراجل حطالي وانا ما شفتهاش اهوت. واعكسي بقى، يعني تغيير. ومنها نخف زيت شويه اهو كده بالمنظر ده كده يا جماعه. ماشي. وارجع تاني بردك عندي هنا بقيه التملحه بتاعتنا اهي، هنحطها كده فوقه كلتها. وهنقوم جايبين هنا شويه بطاطس بردك، بس في الطبقه ديت بقى احنا مش هنقطع،
هنحط بس ايه حاجات خفافه كده بس. وطرنشات البصل كلها حطيها. انا زي ما قلت لك انا ما استعملتش خالص ولا طرنشات طماطم ولا طرنشات ليمون، عشان ايه ما تمررليش الاكله بتاعتي. هي الطماطم مش هتمرر ولا حاجه، بس الطماطم هتشر ميه كتير، وانا ايه مش حاباها تشر ميه كتير بصراحه. اهو كده. حبه جزر بقى عشان ايه السلام على الالوان، حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. وانتي برضك تقدري تستعملي ايه اي صينيه متاحه عندك استعملي. انا طبعا شغلت الفرن بتاعي على نار عاليه اهو. عندنا الخضره اهيت كده كده. الصينيه بتاعتنا ما شاء الله عليها اصلا تتاكل لوحدها. هنزل الوقت عليها بقى بعصره ليمونه اهو. انا عصرت الليمونه اهو كده، وطبعا شويه زيت كده. وبرضك هديلها بس ايه تبهيره بس كده خفيفه، ايه حبه ملح كده من فوق بس، حاجه خفيفه كده اهو. عشان ايه بقيه الخضار طبعا انا بهرت تحت وبهرت ايه فوق زي ما قلت لك. انا برضك حطيت في التملحه خلي يا جماعه ان شاء الله الوقت باذن الله ادخلها بقى من الفرن، وباذن الله لما تطلع بس يعني ايه فوطه كده نظيفه او منديل مطبخ او حاجه، وامسحي كل الايه الطرف ديت ما تخليش فيها ايه حاجه عشان ما تسمر. وباذن الله ان شاء الله بعد ما تطلع نرجع نشوفها سوا بقى ونشوف ايه هنقدمها ازاي ان شاء الله. ودي بقى شكل السمك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. هو خد شويه حمار يعني ايه انا حبيت اديله شويه حمار عشان يبان ايه انه مقلي وكده. طبعا هو خد حوالي تلت ساعه في الفرن، ويا رب يكون عجبكم. استنوا بقى اطلع لكم واحده عشان ايه لازم تبقي واخده بالك تشوفي السمكه بتاعتك مستويه ولا لا، عشان ايه يعني تبقوا متاكده وكده. شايفه ما شاء الله عليها. لحظه شايفه السمك عندنا هنا استورديه جميل ازاي، ولحمته طالعه حلوه وجميله. وطبعا اكيد يعني الريحه واصله لكم، ما تقولوش ان الريحه مش واصله لكم يا جماعه. ان شاء الله نتقابل في وصفات تانية كتيرة ومع السلامة. طبعا تقدري تقدميها جنب شوية رز ابيض وطبق سلطة كده يعني لزوم الايه الغدا الجميل ده. وما تنسوش تيجوا تتغدوا معانا، وطبعا ما تنسيش تشتركي في قناتي. ومع السلامة ونتقابل في وصفات تانية كتيرة، وما تنسيش تشتركي في القناة. ومع السلامة.